إنما كنتم نقاش على المباشر يأتيكم مباشرة في عدد جديد من الإخبارية الأولى في الجزائر. الحدث مشاهدينا اليوم تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل أمس في جامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول المغرب. مساهل لأول مرة يتحدث مسؤول جزائري بلغة مماثلة ارتداداتها بدأت منذ أمس ولا ندري أين ستنتهي هذه الارتدادات. مساهل يقصف الجار الشرقي ويقول أن المغرب يعيش من الزطلة أو من تجارة المخدرات ويصدر هذه المخدرات لإفريقيا عبر طائرته، وبنوكه تعمل على تبييض أموال المخدرات في المغرب وفي فروعها في إفريقيا. كلام مساهل وزير الخارجية أشعل لهيب أزمة دبلوماسية قبل الأوان. الرباط تستدعي أمس القائم بأعمال السفارة الجزائرية في المغرب وتطلب منه توضيحات وشروحات. اليوم الرباط تقوم بإرجاع أو إدخال سفيرها في الجزائر واستدعائه من أجل التشاور حول هذه القضية. الدبلوماسية الجزائرية مشاهدينا العريقة التي بنى معالمها رجال لهم باع كبير في العلاقات الخارجية والدبلوماسية، ومن بينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم تعرف كثيرا مثل هكذا خرجات، ولم تعرف مطبات أو مفاجآت كبيرة كانت فيها لغة الخطاب، تغلبت فيها لغة الخطاب على مدار السنوات السابقة، لغة الهدوء والرزانة واللغة الدبلوماسية على لغة المفاجأة أو لغة الهجمات أو لغة التصعيد إن صح التعبير. فهل اليوم نعيش معالم دبلوماسية جديدة أم أن خرجة وزير الخارجية كانت بين قوسين غير مدروسة أو كانت بسبب ارتباطات أو معطيات أخرى؟ نبدأ مشاهدينا من آخر الأنباء وما نشرته بعض مواقع إخبارية. موقع الجي 24 الجزائر 24 نشر قبل قليل تصريحا أو خبرا لمتحدث في الخارجية الجزائرية يقول بأن مساهل تحدث تحت ضغط رجال الأعمال. هكذا جاء في المقال. ربما متغير جديد في هذه الأزمة الدبلوماسية أو في هذه الخرجة الجديدة. كيف يتحدث مساهل تحت ضغط رجال الأعمال؟ هل هناك من تدخل في ما يقوله مساهل أم أنه تم استفزازه من طرف أشخاص آخرين؟ وهل كلام مساهل هو حقيقة أم زلة لسان أم صراحة كان لابد منها؟ أسئلة وأخرى أطرحها في عدد اليوم، وأسعد باستضافة